لو انتوا من الناس اللي ما بقيتوش تثقوا في حد، يبقى انتوا اكيد اتعرضتوا للخذلان كتير قوي. كلنا بندور على حد نثق فيه ونفضفض معاه ونتكلم معاه عن اسرارنا وتفاصيلنا، بس للاسف بنتخذل كتير جدا من الناس اللي قدامنا، وبنحس ان احنا ادينا الثقه للحد الغلط. طيب ازاي نعرف ندي الثقه لمين ومين اللي يستاهل الثقه ومين لا؟ علشان ندي الثقه لحد لازم نعاشره الاول ونعرفه كويس جدا. المواقف والتفاصيل اللي احنا بنعيشها مع الشخص ده هي اللي بتوضح لنا الشخص ده يستاهل الثقه ولا لا. لو لقيتوا الشخص ده بيتكلم على حد قدامكم بطريقه مش كويسه، او بيتكلم عليكم انتوا من ورا ظهركم بطريقه مش كويسه، يبقى اوعى تدوا الثقه للشخص ده. لو لقيتوا الشخص ده بيطلع اسراركم بره وما بيحافظش عليها، يبقى اوعوا تثقوا فيه تاني. لو لقيتوا الشخص بيكذب كتير جدا، دايما بيكذب عليكم، وشويه كويس معاكم وشويه لا، بحالات كده، يبقى ده تعرفوا ان هو ما يستاهلش الثقه. لو حسيتوا بس لمجرد الاحساس ان الشخص ده مش بيحب لكم الخير، يبقى اوعوا تثقوا في الشخص ده، لان احساسكم عمره ما بيكذب عليكم ابدا. حاولوا دايما ان انتوا ما تعرفوش الناس كل حاجه عنكم، احتفظوا بجزء صغير من حياتكم لنفسكم، وما تتدخلوش قوي مع الاشخاص زياده عن اللزوم، لان التدخل الزياده بيجيب مشاكل وبيسبب في مشاكل كتير جدا. ما تعلوش سقف توقعاتكم قوي في الاشخاص اللي قدامكم، يعني حاولوا ان انتوا تقللوا سقف توقعاتكم، لان معظم حالات الخذلان بتبقى بسبب ان احنا بنتوقع من الاشخاص حاجات اكبر بكتير من اللي هيقدروا يقدمها لنا. فقللوا توقعاتكم، وبلاش بقى الكرم والعطاء الزياده اللي انتوا بتقدموه للناس، لان ده بيخلي الناس اللي قدامكم تستغلكم. حاولوا ان انتوا دايما تدوا اللي قدامكم قد ما بيديلكم، واوعوا تفتكروا ان العطاء ده هيتقدر، او ان الناس هتقول ده البني ادم ده بيعمل عشاننا كتير. لا، ده بالعكس، ده هيبقى حق مكتسب. ولو انتوا قللتوا من العطاء ده هيتهموكوا بالتقصير. لو انتوا بقى عملتوا كل الحاجات دي ولقيتوا الشخص اللي قدامكم بيدعمكم وبيديكوا السند والظهر في اصعب المواقف وبتحسوا معاه بالامان، ساعتها بس نقدر ندي الثقه للشخص اللي قدامنا. تعرفوا مين الوحيد اللي استحاله يخذلنا ابدا؟ ربنا هو الوحيد اللي استحاله يخذلنا. لو انتوا مخنوقين ومحتاجين تفضفضوا وتتكلموا مع حد، روحوا اتكلموا مع ربنا، وصدقوني هتخرجوا من الفضفضه دي وانتوا حاسين براحه نفسيه رهيبه، وان حمل كبير انزاح من على قلبكم، وربنا هيفضل دايما عند حسن ظنكم. وربنا نفسه قال: انا عند حسن ظن عبدي بي. كان معاكم غدا يسري، اشوفكم الحلقه الجايه. باي.